في مدرسة قديمة في آخر الشارع كان في أوضة دايما مقفولة. الأوضة دي اسمها غرفة رقم 7. محدش من الطلبة كان يعرف إيه اللي جواها، وكل ما حد يسأل المدرسين يقولوا الغرفة دي فيها حاجات قديمة وممنوع حد يدخل، للسلامة بس. لكن الحقيقة كانت غير كده تماما. بداية اللغز في يوم الطالب يوسف لاحظ إن الباب بتاع الغرفة بيتهز لوحده، مش هوا، مش ناس، زي حد واقف ورا الباب وبيضرب عليه بإيده خفيف خفيف. يوسف قال لنفسه مستحيل تكون فاضية، في حاجة ورا الباب. وتاني يوم لقى ورقة صغيرة تحت باب الغرفة مكتوب عليها لو سمحت افتح. يوسف اتوتر لكنه أخد الورقة وحطها في جيبه ومحدش شافه. الليلة اللي بعدها يوسف كان ماشي في المدرسة بعد الدروس، وكان المكان كله فاضي، وفجأة سمع صوت خفيف من الغرفة رقم 7، زي حد بينادي اسمه يوسف افتح. يوسف جرى، لكن الصوت رجع تاني، والورقة في جيبه بدأت تلمع نور خفيف. المواجهة تاني يوم قرر يواجه الموضوع. استنى ما المدرسة تفضى، وقرب من الغرفة وإيده بتترعش وحط الورقة على الباب. وفجأة الباب اتفتح لوحده ببطء. ييك. يوسف دخل ولقى نفسه في غرفة كبيرة جدا من جوه، أكبر من حجم المدرسة كلها. جدران لونها أزرق غامق، صور أطفال قدامهم كتب، وفي النص كان في كرسي صغير عليه كتاب مفتوح بيتحرك لوحده. والكتاب كان بيقلب صفحاته، والصفحة اللي اتفتحت مكتوب عليها اسمه يوسف أنت المختار. يوسف اتجمد مكانه وسمع صوت وراه. محدش بيدخل الغرفة دي غير اللي قلبه شجاع. يوسف لف بسرعة، لقى طفل صغير واقف لابس نفس لبس المدرسة، بس شكله قديم، زي من 20 سنة. يوسف قلب خوف. أنت مين؟ الطفل رد وقال أنا آخر واحد دخل الغرفة ومحدش هنقذني. الغرفة دي بتختار طفل واحد كل 20 سنة عشان يحل لغزها. اللغز الكتاب اللي على الكرسي واقف، والكلمات بدأت تتغير قدام عين يوسف. سؤال واحد، لو حليته هتخرج، ولو معرفتش هتفضل جزء من الغرفة. يوسف صوته قلبه كان بيدق عالي، والطفل اللي وراه اختفى، والغرفة بقت أغمق. والكتاب كتب إيه الشيء اللي بنخاف منه مع إنه مش بيخوف. يوسف فكر، والنور بيقل، وصوت الباب بيقفل، وقرب ينطق، لكن لسانه واقف. فجأة افتكر كلام أمه، يا يوسف ساعات الخوف بيبقى من حاجات مش موجودة أصلا. بسرعة قال الخيال. الغرفة كلها نورت، والكتاب اتقفل، والباب اتفتح، والطفل اللي كان واقف ظهر تاني وابتسم وقال انت حر، ومش هنشوفكم هنا تاني. يوسف خرج يجري، ولما بص وراه الغرفة اختفت تماما، والباب اتقفل وكأنه عمره ما اتفتح. ومن يومها الغرفة رقم 7 محدش سامع عنها تاني. بس يوسف لسه كل ليلة يسمع الصوت بيقول له شكرا، اخترت صح.